راشفورد. عاوزين نبدا بالكوميديا ولا بالجد؟ لا الجد خلاص عاد. نبدا بالكوميديا. الهدف اللي اتحسب لليونايتد الهدف الاول بتاع بروني كوميديا. انت تشوفه تسلل؟ طبعا كوميديا مع احترامي للجميع، وخليك معانا يا سعد عشان يقول لك ايه. ايوه ما اثرش على المدافع. خليك معانا. انا دلوقتي يا كابتن محمد مشيت حواليك بس اوقف لك احترامي على المركز ال 12. لا خليك بس عشان المشاهد يفهم. معك. هنا خدت انتباهك ولا ما خدتش؟ خدت انتباهي. يبقى متداخل في اللعبه ولا مش متداخل؟ في رايك انت متداخل، بس انا بقول لك بعد شوي القانون ايش يقول، وبقول لك واحد حكم كاس عالم ايش يقول. ايوه ماشي، يقول لك التداخل ما لمس الكوره. التاثير ليس باللمس، بالتحرك. صح معك. انا لو راشفورد وقف ما تدخلش في اللعب، انما هو عمل ايه؟ كمل للاخير وخدني على اليمين في اخر لحظه ترك الكره اللي خد معاه انذار مين؟ اكانجي ووكر او اكل. تمام. انا زي ما خدت انتباهك، يبقى تداخل ولا مش تداخل؟ تداخل. اوكي رايك ممتاز. رايك انت الان تتكلم كلاعب كره قدم. ايوه ممتاز دكتور طارق. والقانون اصلا اقول لك الان انا رايي خبير تحكيم ايش قال لي دكتور. العبره بالتاثير. انا وجهه نظرك محترمه وواضحه. شوف دكتور طارق شوف خلونا نشوف اللقطه. شوف اللقطه. اذا تحرك راشفورد اثر على ان يعني طريق اكانجي كان في استنى، الحركه دي اثرت عليك ولا ما اثرتش؟ صور سعد. الحركه دي اثرت عليك ولا ما اثرتش؟ خدت انتباهك ولا ما خدتش؟ انا مركز في شغلي ما اثرت عليه صراحه. يا عم مركز انا رايح الجول ما شفت. ده التاثير. التاثير مش تبقى حاجه ملموسه. هل هو خد انتباهه ولا لا؟ هل هو خد الزون بتاعه ولا لا؟ يعني هو خد المساحه بتاعته ولا لا؟ هو حرم اكانجي من ترك راشفورد والاتجاه مباشره الى برونو. ده حتى لو في هالنقطه انا معاك انه كان ممكن يصير اثنين على برونو. بص يا كابتن محمد، حتى لو خد من جزء من تفكيره ده تاثير. ده تاثير لانه هو خلاص وقف، ان هو تسلل وقف بطأ. وبعدين بقى انت تعرف لو راشفورد كمل مستقيم جريه، انما راح في اتجاه الكوره عشان يمنع المدافعين ان هم يوصلوا ليها. امال يعني التاثير ايه؟ يعني حجز تقريبا على امال ده التاثير يبقى ايه؟ ما هو ده التاثير. اصل قول لي اصله ما لمسهاش هي باللمس والتاثير. ما لمسهاش بس اثر، فخلاص الغي الجول. ولا يفسر يعني صحه الهدف الا بالتفسير اللي يعني ارسله.